السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير، واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات السي اس اس. ان شاء الله هنتكلم النهارده عن موضوع جديد وهو هاو تو اد سي اس اس. ازاي نبدا نحط السي اس اس بتاعنا؟ طب هو احنا يا باشمهندس في الفيديوهات اللي فاتت ما حطيناش السي اس اس؟ لو تفتكروا احنا كنا كل مره بنحط السي اس اس بتاعنا كنا بنحطه في تاجة ستايل اللي جوه تاجة الهيد في نفس صفحه ال HTML اللي احنا فيها، وقلنا كذا مره ان المكان ده مش هو المكان الوحيد اللي ينفع يتحط فيه سي اس اس. قلنا ان في اماكن تانية. النهارده اليوم اللي هنعرف فيه بقى الاماكن التانية دي فين. واولا الاماكن دي ليها اسماء وهما 3 اماكن. اول مكان اسمه external CSS، وتاني مكان internal CSS، وتالت مكان inline CSS. تعالوا نبدأ دلوقتي مع اول واحد فيهم. ايه هو الانترنال CSS؟ الانترنال CSS ده يا شباب اللي كنا بنكتبه في كل المرات اللي فاتت، وده بيبقى معناه ان CSS بيبقى موجود في نفس صفحة ال HTML بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. تاجة ستايل اللي المفروض انها جوه تاجة الهيد، وهنا بنكتب الستايل اللي احنا عاوزينه كله، وبيتطبق الستايل ده على نفس الصفحة اللي ال HTML فيها. يعني لو انا عاوز اطبق نفس ال CSS ده على صفحة HTML تانية لازم اخده كوبي في صفحة ال HTML التانية. وطبعا احنا جربنا الطريقة دي اكتر من مرة، وانا مش محتاج اجربها معاكم تاني لان احنا جربناها كتير وهي اللي كنا بنستخدمها اصلا في كل المرات اللي فاتت. تعالوا بقى نعرف دلوقتي الطريقة التانية. الطريقة التانية يا شباب اسمها external CSS، وفي الطريقة دي بنبدأ نخلي ال CSS مكانه بره ال HTML فايل خالص. ازاي بقى مكانه بره ال HTML؟ وازاي ال HTML هيعرفه؟ عن طريق التاجة دي، تاجة لينك، والتاجة دي برضو بتتكتب جوه تاجة الهيد زي ما انتوا شايفين. التاجة دي بتعرفني مكان ملف CSS الجديد. طب وال CSS اللي هيتكتب في الملف ده هيبقى شكله عامل ازاي يا باشمهندس؟ هيبقى شكل ال CSS بالظبط اللي احنا كتبناه بس من غير حاجة واحدة، تاجة ستايل اللي احنا كنا بنستخدمها. هنكتب ال CSS زي ما هو. تعالوا دلوقتي نعمل مثال على الطريقة بتاعت الاكسترنال CSS، ودي الصفحة اللي كنا شغالين عليها في الفيديو اللي فات واللي هحاول اطبق معاكم فيها موضوع الاكسترنال CSS. تعالوا نزود على CSS اللي كان مكتوب فيها اي باك جراوند مثلا للبادي، بحيث بس يبقى ايه الشكل العام كمان فيه ستايل وفيه الوان ايه موجودة. فتعالوا دلوقتي نبدأ نقول بادي، ونيجي في البادي نديله مثلا باك جراوند كلر ولتكن مثلا ريد. تمام، زي ما انتم شايفين اللون بتاع الصفحه بتاعتنا بقى احمر. خلونا نخلي اللون اخف شويه، ممكن نخليه مثلا بينك. يا سلام كده، الذوق العالي بقى. زي ما انتم شايفين اللون بقى بينك دلوقتي. تعالوا بقى دلوقتي نعمل ايه؟ تعالوا نغير بقى الطريقه اللي احنا كنا مستخدمينها اللي هي اللي اسمها ايه؟ اسمها طريقه الانترنال CSS. عاوزين نخليها اكسترنال CSS. اول حاجه اعملها لازم اروح اعمل ملف CSS. طب اعمل الملف ده فين يا باشمهندس؟ هل ليه مكان معين؟ هل ليه اسم معين؟ ودي من الاخطاء يا جماعه الشائعه اللي انا بشوفها جدا، يعني اخطاء شائعه ومتكرره في الموضوع ده. ناس كتيره بتبقى فاكره ان ملف السي اس اس اسمه ثابت او مكانه ثابت، الملف في المكان اللي انت عاوزه بالاسم اللي انت عاوزه. الفكره بس ان جرى العرف على ان في اسم متداول لاسم الملف اللي هو اسم ستايل. هل ده لازم يبقى كده؟ لا، وده اللي هعمله معاكم دلوقتي. تعالوا دلوقتي نجرب نكريت ملف. فانا هعمل ملف اهو في نفس الفولدر اللي انا واقف فيه، يعني جنب صفحه البيج 1 دي اهي. هعمل ملف هسميه، تعالوا نسميه فايل 1 دوت. لازم بقى دي المهمه جدا، الاكستنشن ده لازم كده يا جماعه، اللي هو دوت سي اس اس. بيطلع لي ملف فاضي قدامي زي ما هو كده بالظبط. انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اخد كل تاجة الستايل دي اول حاجه اعملها، خدتها كات واروح حطيتها هناك وعملت سيف، حفظ هنا وحفظ هنا. طيب دلوقتي انا عملت حاجه غلط جدا. ايه هي؟ ان انا كتبت جوه سي اس اس تاجات، في تاج جريتر ذان اللي هي العلامات اكبر منه واصغر من دي ما ينفعش اصلا تكتب جوه ملف سي اس اس. فعشان انت جوه ملف سي اس اس مش محتاج اصلا تكتب تاجة ستايل، كده كده مسحها وكده كده البراوزر بيبقى فاهم. فدي اول حاجه احنا ايه عملناها. طيب تاني حاجه، انا دلوقتي عملت حفظ ورحت هنا الصفحه بتاعتي وعملت حفظ. لو عملت دلوقتي فتحت الصفحه ما لقيتش الستايل متطبق. ليه؟ ما انت نقلت دلوقتي السي اس اس في فايل خارجي، بس هل في نفس الوقت في ربط بين الاثنين؟ هل صفحه ال HTML دي تعرف السي اس اس بتاعها ايه؟ خالص لا، ما تعرفوش. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ محتاج اعمل ايه بقى يا شباب؟ محتاج اجي هنا اكتب تاجه اسمها لينك واحط فيها مجموعه اتريبيوتس مهمه جدا. واحد اسمه ريل اللي هو اختصار ريليشن، وواحد تاني اسمه href. طيب
الريل ده المفروض اكتب جواه ايه؟ هي كلمه ثابته معروفه علشان تفهموا ان ده ستايل شيت، فانت بتقول له ستايل شيت. فاكرين كان اصلا السي اس اس اختصار ايه؟ كاسكيدنج ستايل شيت. طيب دي الحاجه الاولانيه. تاني حاجه بقى الاتش ريف دي بتحط فيها زي اللينك كده، بتحط مكان الملف. طب مكانه بالنسبه لمين؟ بالنسبه للمكان اللي انت واقف فيه دلوقتي. انا في صفحه page1.html، السي اس اس معايا في نفس الفولدر، يبقى لازم اكتب هنا ايه؟ اكتب فايل 1.css واعمل حفظ وارجع اعمل ريفرش تاني. السي اس اس اتطبق. يبقى اللي انا شايفه قدامي دلوقتي ايه؟ ان انا عملت هنا اللينك مع فايل خارجي انا عملته من شويه ونقلت فيه كل ملفات الستايل. خلي بالكم من غير الاتريبيوت الريسم والريليشن اللينك ده مش هيشتغل. فدول حاجات مهمه جدا. يعني لو مسحت دي كده دلوقتي اهو قدامكم وعملت حفظ زي ما انتم شايفين ما بقاش فاهم ان ده لينك. فالاثنين دول اقل حاجه لازم تكتبها. طبعا في حاجات تانية ممكن تتعرف عليها انت، بس دول اقل 2 اتريبيوت انت ايه محتاج تستخدمهم. طب ما تيجوا نغير مكان الفولدر الملف ده بتاع السي اس اس ونشوف هنقدر نعمل ايه. فلو انا جيت دلوقتي قلت له انا عاوز اعمل فولدر جديد، وجرى العرف يعني ان احنا الفولدر اللي بنحط فيه ملفات الستايل بنسميه سي اس اس، واحط جواه الفايل ده، قلت له موف. كمان برضو جرى العرف ان الاسم بتاع الفايل يا شباب بيبقى اسمه ستايل. خلي بالكوا لا اسم الفولدر مهم ولا اسم الملف مهم، بس هي ايه يعني عشان الاسماء بتبقى معبره عن الحاجه اللي بتعملها. فغالبا الستايل بيبقى اسمه style.css والفولدر اصلا بيبقى اسمه css. طب هنا بقى دلوقتي اكتب الاتش ريف ايه؟ يعني انا عملت حفظ دلوقتي كده، رحت تاني للبراوزر، شايفين مفيش css. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ كل اللي انا محتاج اعمله ان انا اقول له خلي بالك ده هيبقى في css على style 1 دوت او style اسف دوت css. الستايل بتاعنا اشتغل. يبقى كمان زي ما احنا شفنا اللينك مكانه مش فارق، المهم انه بيبقى اليو ار ال بتاعه مظبوط وابقى انا عامله صح. طب لو انا دلوقتي مثلا كتبت لسبب ما كتبت غلط، مش عارف يعني كتبت الستايل بتاعي غلط، اليو ار ال يعني غلط، وعملت حفظ، يا ترى البراوزر هيعمل ايه؟ لو عملنا دلوقتي انسبكت اليمنت، شايفين لاول مره هنفتح تابه اسمها كونسول. اول ما تلاقيه بيقول لك الايرور بتاع فايل نوت فاوند ده وكاتب لك اسم الملف، اعرف ان اليو ار ال بتاعك غلط. طب انا اعمل ايه عشان اتاكد انه صح؟ اقوم فاتحه كده كليك يمين اوبن ان نيو تاب، فتح لي هنا دلوقتي ايه اليو ار ال بتاعي. لو انتوا شايفين كده هتلاقوا ان هنا ستايل سي اس اس قبله على طول دي 2، بس كان المفروض يبقى هنا ايه؟ انا عارف اصلا من الفولدرز اللي عندي ان المفروض يبقى كان هنا في فولدر اسمه سي اس اس. بص لما جيت فتحت قام على طول كاتبه لي هنا. يبقى انا لازم اتاكد ان اليو ار ال مظبوط، ولو سي اس اس مش شغال وانا شغال بالطريقه بتاعه الاكسترنال لينك لازم اتاكد ان انا ما عنديش ولا ايرور في الكونسول. دي حاجه مهمه جدا يا شباب، ويا ريت تاخدوا بالكم منها لان ناس كتيره بتسالني فيها وهي الايرور بتاعها بيبقى واضح وسهل جدا يعني. تعالوا نرجع تاني نظبط السي اس اس بتاعنا. زي ما انتم شايفين الايرور اتشال، ما بقاش موجود في الكونسول والصفحه رجعت اشتغلت بالشكل الطبيعي. تعالوا نرجع بقى دلوقتي نتكلم عن اخر نوع في الثلاث انواع اللي قلنا عليهم، وهو اللي اسمه اللاين سي اس اس. وزي ما انتم شايفين اللاين سي اس اس ده بيتكتب جوه الاتش تي ام ال. شايفين عامل ازاي؟ مكتوب جوه مثلا تاج اتش 1. هل هو بيبقى جوه اتش 1 بس؟ لا، جوه اي تاج عادي خالص، مش فارق معانا اي تاجه خالص نقدر نكتب فيها الستايل ده. عشان كده اسمه اللاين، لان هو بيبقى جوه التاجه نفسها. طب بيتكتب ازاي؟ بيتكتب بالطريقه اللي قدامكم دي، اللي هو ستايل ده كده اتريبيوت ايكوال، وبعدين بحط العلامه بتاعت الدبل كود دي، وبعدين ببدا احط بقى بروبرتي وبعدين كولون وبعدين الفاليو وبعدين سيمي كولون. كده انا جبت ده اول واحد. بعدين تاني واحد نفس الكلام اهو، نفس التقسيمه. شايفين؟ كل ما عاوز ازود اتريبيوت بزوده. طب الستايل ده بيتطبق على مين؟ بيتطبق على العنصر اللي انت واقف فيه بس. يعني لو انا جيت دلوقتي كده مثلا على الاتش 3 دي وجيت هنا قمت قايل له انا عاوز اعمل ايه ستايل، فقال لي عاوز تعمل ايه في الستايل؟ فقلت له انا عاوز اديها باك جراوند وهديها مثلا ريد، وعملت حفظ. لو رجعت للبراوزر تاني وعملت ريفرش، شايفين مين بس اللي بقى احمر؟ الاتش 3. ليه؟ لان انا مديله الستايل جواه هو نفسه، عشان كده اسمه انلاين ستايل. والانلاين ستايل ده من الحاجات يا جماعه اللي حاولوا ما تستخدموهاش، لانها بتعمل شويه مشاكل في شكل ال HTML وحجم الملف وشويه حاجات تانية هنتكلم عنها دلوقتي. فيفضل انك ما تستخدموش، وافضل طريقه في اللي احنا قلناهم هي الطريقه اللي هي الاكسترنال، اللي هي بتبقى ملف خارجي، واللي بعد كده هنستخدمها في كل الفيديوهات اللي جايه. طيب دلوقتي بعد ما عرفنا يعني ايه اكسترنال،
سي اس اس ويعني ايه انترنال سي اس اس ويعني ايه انلاين سي اس اس، تعالوا نعرف الفروق بينهم. واول فرق بينهم هو اللوكيشن. وزي ما انتوا شفتوا ان الاكسترنال لينك بيتعمل في ملف خارجي، اما الانترنال والانلاين الاثنين بيبقوا في نفس صفحه ال HTML، مع اختلاف ان الانترنال بيبقى في الهيد تاج، اما الانلاين بيبقى جوه العنصر اللي انت عاوز تعمل عليه التعديل. طيب بالنسبه لحجم الصفحه، يعني ايه حجم الصفحه يا شباب؟ هو حجم صفحه ال HTML بتاعتك بيتحسب من طريق عدد الكلمات اللي مكتوب جواها، فكل ما الكلام يزيد كل ما الصفحه تكبر. طب لما الصفحه تكبر ده معناه ايه؟ معناه انها محتاجه انترنت اقوى علشان الشخص لما يجي يفتحها بعد كده من على الموقع بتاعك يقدر يشوفها تطلع قدامه بسرعه. طبعا كل ما الصفحه حجمها بيزيد فده معناه ان السرعه بتاعت الصفحه انها تفتح بتقل. هما عمليتين عكسيتين لبعض. فاحنا دايما بنبقى عاوزين حجم الصفحه يبقى اقل. فلو جينا نفكر في موضوع البيج سايز ده ونحسبه في الموضوع اما نيجي نستخدم السي اس اس كاكسترنال، فطبعا حجم الصفحه بيبقى اقل. ليه؟ لان السي اس اس بيبقى بره مش بيبقى جوه ال HTML نفسه. اما في الانترنال والاونلاين لا، حجم الصفحه بيبقى اكبر، وطبعا بالتبعيه بتاثر على زمن اللي الصفحه بتفتح فيه. اما بالنسبه بقى لموضوع المالتيبل يوز، هل انا اقدر استخدم الاكسترنال لينك ده اكتر من مره؟ ايوه، ودي من المزايا اللي موجوده فيه، ان انا اقدر اعمل الستايل في فايل خارجي كده واستخدم الفايل بقى الخارجي ده في اكتر من صفحه HTML. فاكرين المشاكل اللي كانت بتقابلنا في ال HTML لما كنا بنستخدمه من غير السي اس اس؟ لما قلنا ازاي اطبق نفس الستايل على اكتر من صفحه في نفس الوقت؟ دلوقتي بالطريقه بتاعت الاكسترنال دي اقدر. واللي انا طالبه منك انك تحاول تعمل مثلا 3 صفحات HTML مختلفين وتحط لهم ستايل ثابت كمعيار، يعني زي الباك جراوند بتاع البادي، زي مثلا الفونت سايز قد ايه، شويه حاجات اساسيه كده بالستايل، وتحطهم في فايل خارجي وتربطه على ال3 صفحات وتشوف قد ايه بيوفر وقت وقد ايه بتقدر تستخدمه اكتر من مره. اما الانترنال والاونلاين عشان تستخدمه اكتر من مره محتاج تاخده كوبي بيست، وطبعا بالتبعيه لو حصل اي تعديل هتضطر تعدل في كل الملفات عكس الاكسترنال. طيب بالنسبه لل HTML structure، بالنسبه للاكسترنال والانترنال CSS مش بيأثروا على شكل ال HTML. ليه؟ لان هم مش بيتكتبوا جوه الاليمنت نفسه، هم بيتكتبوا في اماكن سواء بقى في الهيد او سواء في مكان خارجي. اما الانلاين يا جماعه الشكل بتاع ال HTML بيبقى ميسي، يعني فوضوي، يعني بشكل ايه، ما بيبقاش منظم، لان من كتر كتابه ال CSS اللي بتبقى موجوده فيه بيبقى ال HTML قرايته بتبقى صعبه. بالنسبه بقى لموضوع التستنج مقصود بيه هنا ايه؟ ان مثلا انا عندي مشكله في السي اس اس عاوز احلها، لو انت مستخدم اكسترنال سي اس اس فالحل بيبقى سهل، بتقدر توصل له اسرع لان السي اس اس بتاعك منظم. اما في حاله الانترنال والاونلاين بيبقى صعب، لان ممكن يبقى المشكله اللي عندك دي تكون متكرره في اكتر من صفحه وانت واخد السي اس اس ده كوبي بيست اكتر من مره. عشان كده احنا بعد كده زي ما قلت لكم هنستخدم الاكسترنال سي اس اس. يا ريت يا شباب تجربوا الاكسترنال سي اس اس بايديكم، لان هي حاجه لو انت بتعملها لاول مره مش لازم تشتغل معاك بسهوله، فجربها بايديك علشان تتاكد ان انت فعلا قادر تشغلها وقادر تستخدمها، لانها حاجه مهمه جدا. في نهايه الفيديو انا بتمنى لكم التوفيق كلكم، واتمنى لو انت الفيديو ده عجبك شاركه مع اصدقائك اللي ممكن يكونوا ليهم علاقه بالمجال او انترستد فيه. وكمان حابب اقول لكم ان انا انوه تاني عن الجروب بتاع القناه على الفيسبوك اللي احنا نقدر نتواصل فيه بسهوله، وتقدروا تشاركوني باسئلتكم عليه، ومستنيكم فيديوهات تانية كتير. سلام عليكم.